فنجان القهوة النهاردة ليه قصة عجيبة جدا جدا. كنت جايبة من فترة كنكة القهوة اللي هي بحط تحتها الكوباية، فالكنكة بتقوم مفضية اللي فيها في الكوباية لوحدها، وكانت عملت بتبقى طعم بتبقى اللي هو كنكة الفخار اللي هي تعمل القهوة على مهلها، تاخد وقت طويل شوية بتسويها كويس، وبتطلع طعمها أحلى من الستانلس والألمونيا وكده. بس المهم الكنكة دي اتكسرت مبقاش على الكوباية بس، فما استعملتهاش بقالي فترة طويلة جدا، يعد السنة ما استخدمتهاش أصلا. فجينا ان الكوبايه دي اتكسرت من فتره، فانا برضو ما بستخدمهاش. فجيت النهارده قمت قايله ايه، بدل ما اعمل في كنكه عاديه وارجع افرغ فنجان مثلا كده، فانا اعمل على طول في الكوبايه دي اللي هي الفخار، بحيث ان انا احطها على النار وهاخدها اشرب بيها وبس، انتهينا يعني سرعه وما نعكش حاجات كتير وانجاز، وطعمها احلى كمان انها فخار. تمام. وحطيت الكنكه على النار ونسيت انها بتطلع اللي فيها لوحدها، انها بتفر لوحدها. فبس اول ما لقيتها بتطلع، الله، طب انا الحاجه ازاي الوقت ما فيش ايدي امسكها منها ولا في اي حاجه، انا لو جيت اشيلها في حاجه تانية خايفه اتلطع، أنا مش عارفه بقى. فسيبتها لحد ما خلصت خالص، جيت ابص لقيت فيها شفطتين، فعملت قهوه من جديد. ايه رايكم؟ حد عمل زينا قبل كده؟